أنا اسمي حسام، راجل بسيط شغال شغلانة عادية. حياتي ماشية كارتين يومي من البيت للشغل، وأنا مخلف 3 أولاد، وأكتر واحدة في ولادي هي بنتي الصغيرة. كانت حساسة جدا وكانت نفسها في قطة. أنا بصراحة كنت متردد، مش بحب شعر القطط في البيت ولا وجع الدماغ ولا الريحة أصلا بتاعت القطط. بس كنت ساعات لما بتيجي تقولي كنت بقولها مش وقته يا حبيبتي، لما تكبري شوية. بس في يوم رجعت من الشغل لقيتها قاعدة في أوضتها ساكتة أوي، وعينيها كانت حمرا وباين عليها اللي هي قعدت تعيط كتير. سألتها مالك؟ قالت لي وبصوت كده فيه كسرة: عارفة إنك مش عايش بس نمشي في أوضة. الكلام ده كسرني من جوايا. تاني يوم من غير ما أقول لحد رحت وجبت قطة صغيرة بيضة، عيونها هتحس إنها كده زرقاء وفاتحة وشكلها بريء كده يضحك. أول ما دخلت البيت حاجة غريبة حصلت. القطة وقفت فجأة قدام باب الشقة وفضلت تبص عليا وتكشر وتطلع صوت واطي زي تحذير. قلت أكيد يعني علشان متعودتش لسه على المكان ولسه ما بلاش بتاع ربع ساعة في الشقة. بس الإحساس اللي جالي وقتها ما كانش مريح. بعد 3 أيام من وجود القطة في البيت وبنتي كانت بتلعب بيها عادي، والقطة على طول كانت هادية. القطة ما كانتش بتعمل حاجة خالص. حتى بنتي لما كانت بتيجي تشيلها وتحطها على حجرها أو تسرحها، القطة على طول كانت بتنزل من حجرها وتجري جري تقعد بعيد في ركن بعيد. وبعد 3 أيام من وجود القطة صحيت الساعة 2 الفجر، صحيت على صوت خربشة جاي من باب الشقة. قمت مفزوع، افتكرت حد بيهزر. قربت من الباب وبصيت من عين السحرية، لقيت قط اسود. ايوه قط اسود كبير واقف لوحده في الضلمة. ده حتى وانا ببصله من عين السحرية تحس اللي كانت عينه جاية في عيني، بالرغم اللي بينه وبينه باب، بس كنت حاسس اللي هو بيبصلي وبيبصلي قوي. فتحت الباب سنة كده وقعدت اقول له امشي امشي يا عم امشي. القط ساعتها ما اتحركش، بس رفع راسه وبصلي بصة. البصة دي رعبتني وخلت نفسي اكني بيتسحب. عينيه سودة بس فيها لمعان مش طبيعي. قفلت الباب بسرعة وضحكت على نفسي، قلت ده توهم. الغريب بقى ان الموضوع اتكرر كل يوم من غير استثناء. تيجي الساعة 2 الفجر بالظبط خربشة برضك على الباب من بره، وافتح والقط الاسود يبصلي نفس البصة وانا اقفل واجري. حتى القطة الصغيرة اللي انا كنت جايبها لبنتي كانت اول ما تسمع صوت الخربشة كانت على طول بتجري وبتستخبى وبتترعش وتعمل حمام على نفسها من الخوف. بس انا كنت بستغرب من القطة بتاعتي قوي، لانها ولا مرة وانا بفتح الباب جريت نواحي الباب. دي كانت على طول بتجري جوه الأوضة وبتستخبى، بالرغم ان القطط بتشم روايح بعض وكأنها كانت عارفة. وبعد ما القطة قعدت عندنا اكتر من 10 أيام وبنتي اتعلقت بيها، صحيت الصبح على صريخ. دخلت الصالة ولقيت القطة ممدودة على الأرض ميتة، بس مفيش دم مفيش جروح، بس عيونها مفتوحة ومتثبتة جامد وكأنها شافت حاجة قبل ما تموت. أنا دفنتها بإيدي. بنتي قعدت أيام ما كلمتنيش وكانت كل يوم بتعيط في أوضتها. ومن ساعتها القط الأسود ده اختفى. ولما اختفى أنا بيني وبينكم ارتحت، قلت خلاص بقى موضوع القط الرخم ده اللي بيجي الساعة 2 بالليل ويخربش على الباب ويفضل باصص لي كده ومثبت وانا بقول له امشي وبعمل له هش هش مش عايز يمشي، ارتحت من الموضوع ده تماما. وكده يبقى انا مش هجيب قطط تاني. عدى اسبوع بعد موت القط بتاعنا، وفي ليلة صحيت على نفس الصوت، صوت خربشة. بصيت في الساعة كده لقيتها 2 الفجر. استغربت، رحت جري قربت من الباب وبصيت في العين السحرية، لقيت القط الاسود رجع تاني بس مش زي الاول، انحف من اول. فروته نصها وقع وعينيه وسعت قوي وفي وشه حاجة مش طبيعية. رحت فاتح الباب ومصرخ، قلت له عايز ايه بقى عايز ايه بقى، ابعد بقى هش هش. بس هنا الحاجة اللي صدمتني وكانت غريبة بالنسبة لي، اللي القط عمل حاجة عمري ما انساها. وقف على رجله اللي قدام وقرب شوية من الباب وعيني في عيني وبصوت ما كانش الصوت بتاع القطط،
كان صوت همس وقال لي اللي خدته مش مكانها. رحت انا هنا قفلت الباب وانا بصرخ وجريت على الأوضة بصرخ وانا مرعوب. وفي الليلة دي بقت الخربشة بتيجي كل 3-4 ايام مرة، بس باجي افتح الباب ملاقيش حاجة. بس كل مرة اليوم اللي الاقي فيه الخربشة وافتح الباب ملاقيش حاجة، كنت بلاقي حد من اولادي كان بيمرض او بنتي بعد صوت الخربشة. طبعا بتبقى نايمة في الأوضة، عليها بتصحى مفزوعة وبتصرخ وتقول انا شفت قط اسود واقف في الأوضة، يا بابا انا شفت قط اسود واقف في الأوضة. واكتر حاجة رعبتني وفضلت شاغلة بالي اللي بنتي من يومين صحت الساعة 2 الفجر وقالت لي بابا. قلت لها نعم يا حبيبتي. قالت لي القطة رجعت. قلت لها طب فين؟ قالت لي انا بشوفها يا بابا بتمشي في الوقت ده في الصالة وعلى طول بتنونولي. ومن ساعتها وانا كل ليلة بسمع صوت الخربشة مش بره باب الشقة، ده على باب اوضتي كل ليلة الساعة 2 الفجر. يبقى انا كده خلصت قصتي، ولو انت عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت جميل. ولو انت اول مرة تتابعني ما تنساش دلوقتي تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.